وحلقة جديدة من برنامج يا صباح الخير. يا صباح الخير أحبتي المشاهدين لكافة أبناء محافظة المثنى. يا صباح الخير نقولها للعامل للطالب للفلاح في هذه المحافظة. أحبتي المشاهدين حلقة جديدة وبرنامج يا صباح الخير. كالعادة وياي راح تكون زينب. صباح الخير زينب. صباح الخير علي. نعم. صباح الحب، صباح المودة، صباح الأمل على عيونكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجنا الصباحي يا صباح الخير. رافقونا على مدى ساعة كاملة سنكون معكم، وموضوع ومحور الحلقة وفقرات متنوعة من برنامج يا صباح الخير. رأيكم وسؤالكم واتصالكم مهم بالنسبة لنا حسب أرقام الهواتف اللي راح تظهر على الشاشة. مشاركتكم ويانا بآرائكم أكيد راح يكون في شيء قيم بالنسبة لنا. ما عليكم إلا أن تتصلون بينا وتسمعونا صوتكم. اليوم إن شاء الله راح تكون حلقتنا حلقة مميزة لأنه الموضوع مميز أكيد علي، لأنه نعم. اختارينا في شريحة جدا مهمة وهي الشريحة المثقفة الأدباء في المحافظة. نعم. زينب يعني مثل ما تعرفين المواضيع اللي نختارها هي كثرة الطلب عليها من قبل المشاهدين والإخوة المستمعين. الاتصالات اللي تصلنا وأيضا في الشارع يقولون يعني يتناولوا هذه المواضيع لأنها مواضيع حساسة ومواضيع مهمة. احنا اليوم وين مشاهدين راح نناقش إن شاء الله حلقة جديدة نتمنى أن تكون هادفة ونخدم بها أكبر يعني عدد من المواطنين، وخاصة راح نتطرق لليوم لموضوع مهم إن شاء الله راح يكون ضمن فقرة هذا اليوم، هو محور الأدباء والشعراء والكتاب بالمحافظة والواقع يعني اللي يعيشونه. ثانيا احنا نقول ايضا يعني فقرات البرنامج هي فقرات مستمرة ان شاء الله، وهنالك فقرات ثابتة وايضا هنالك يعني مواضيع ان شاء الله بالاضافة الى اتصالات الاخوة المشاهدين. اليوم الحلقة مثل ما نعرف انه كانت انه يكون يعني هي اذاعيه وتلفزيونيه، وهنالك يعني خلل رافق الاذاعه. يعني اصبح البرنامج اليوم هو ان شاء الله برنامج تلفزيوني. احنا نتمنى من الاخوه المشاهدين الاتصال بنا للمشاركه ويانا بالبرنامج. نعم. اكيد علي، وموضوع حلقتنا اليوم هو موضوع حساس، خصوصا انه المحافظه من نوع المتذوق للشعر. فنتمنى انه نسمع اتصالاتهم وارائهم عن الواقع الشعري داخل المحافظه، الادبي بشكل عام. فاكيد احنا راح نكون بانتظاركم احبتي المشاهدين، فما عليكم الا انه تتصلون ويانا. زين، خلينا ناخذ فاصل ونرجع نواصل محور حلقه هذا اليوم وندخل في صلب الموضوع. إن شاء الله. احبتي المشاهدين فاصل ونرجع وياكم نتواصل وتكمله فقرات برنامجنا لهذا اليوم. رجعنا وياكم مشاهدينا الكرام وتكملة حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم المنوع الصباحي يا صباح الخير. أكيد مثل ما نوهنا بالبداية أنه اليوم حلقتنا راح تكون عن الأدب والأدباء والشعر في محافظة المثنى والاهتمام بهذه الشريحة المثقفة. راح يرافقنا اليوم في حلقتنا ضيف الحلقة الشاعر والأديب الأستاذ إياد اللطيف. أهلا وسهلا بك أستاذ. شكرا جزيلا لكم وشكرا جزيلا لإتاحتكم هذه الفرصة لنا، ونعبر من خلالها عن آرائنا الأدبية في داخل المحافظة
وشكرا للاستاذ أهلاً علي وسهلاً أستاذ الحداد بك. بهذه الفرصه، وشكرا اليوم ضيف زينب عزيز طبعاً. لنا أستاذ. نعم تفضل نعم تفضل استاذ. أستاذ، يعني يمكن انتبهت لحلقة هذا اليوم وشفت المحور، هو أعتقد يعني محور جدا مهم بالنسبة للأدباء والفنانين والكتاب والمتذوقين يعني للشعر. أستاذ، برأيك الواقع الثقافي والأدبي بالمحافظة هل هو بمستوى الطموح؟ والله هو دائما احنا نكون في حاله مطالبين الاخرين. نعم. والمطالبه هاي للاخرين، لانه احنا ما نعرف ظروفهم الداخليه على صعيد الذات، يعني دواخلهم على صعيد الموضوع هو الواقع الاجتماعي. الواقع الاجتماعي بمفردات موضوعيه تضغط عليهم. نعم. جانب الوضع الاقتصادي، نعم. رغم انه الانسان اللي شاعر والاديب يبقى انسان، يعني ما يقدر يغادر ادبه الا يلغي نفسه. نعم. فهو ما يقدر، بما انه موجود فالشعر بالتاكيد هو أكيد. موجود، بس اكو عوامل ما تساعده بحيث هو ينقطع ذهنيا وعن العمل عن الواقع بحيث يروح يبدع. يبقى الشعر ماله يتحول الى سلوك. سلوك، والشاعر اذا تحول شعره الى سلوك يبقى مثل اللي يصير عنده فد طروحات غريبه، فد هذيان ادبي في عمله، وتسرب من الحياه الابداعيه تقتل طبعا. نعم. هاي الحاله. زين أستاذ، يعني بالبداية لو تكلمنا عن حال الشعر بالجنوب وفي محافظة المثنى، نعم. شلون حال الشعر هذه الأيام؟ والله يعني بخصوص هاي الايام هو الشعر قائم في عرض الانسان، يعني ما له فد زمكانيه زمان او مكان. نعم. هو قائم في ذات الانسان. اما مرحله الجنوب او غير مرحله فهو اكو فد حالات ايحائيه. فد انسان مثلا شاعر، نعم. هو يولد شاعر إن كان بالجنوب او بالشمال او بالوسط، بس هاي المناطق هي اللي تكون قريبه على البيئه وعلى المناخ، ولذلك هو يبقى مثلا يتداخل مع البيئه، واكثر مثلا ضغوط تكون عليه، فلذلك يعني يبدي للشعر واكثر فقر، فيميل شويه. زين أستاذ، يعني برأيك ما يعانيه يعني الشعراء، احنا لو ندخل يعني حضرتك كشاعر يعني نعم. نقول الشعراء ما يعانون الشعراء في المحافظة يعني من معوقات، هل هنالك معوقات يعني كبيرة ترافقهم أو تصادفهم بالمحافظة؟ يعني استاذ علي، نعم. بالنسبه للمعوقات يعني تقصد من اي جانب؟ مو اكو يعني جانب وين تكمن؟ هل هنالك يعني اتحاد ادباء لكم؟ يعني اذا اكو اتحاد ادباء يعني او للشعراء نريد نعرف مكانه وين، هو وين موجود، يعني عندكم معوقات هيك؟ لا، هو الشاعر معوقه الوحيد هو الجوانب الاقتصاديه، يعني نعم. لان هو مرتبط، وخاصه الانسان عندما يرتبط بالطفل او العائله صار وين انشداده للاطفال، ما يكون انشداده المسائل العليا، لان هسه انا قلقامش وايليا يعني هي بحثوا عن الخلود، ما رادوا يتزوجون في سبيل يصير انقطاع علما للمسائل العليا، بس من يكون للزواج راح الانسان، فلذلك الانسان اقتصاديا بالاطفال. نعم. وهذا يراد عامل اقتصادي. زين، عندكم استاذ يعني بنايه للادباء للشعراء؟ والله هي موجوده بنايه، بس احنا دائما نوقع الحيف على مثلا استاذنا واخونا وتحياتنا له طبعا استاذ عبد الجبار بتشاي من خلال قناتكم المبروكه طبعا. ابو بشار هم يعاني طبعا، هو وحده وبعدين ما له دعم بهاي البنايه، فلذلك يعني هو هم يعني احنا دائما نطالبه، بس هو يعني احنا نشوف اثناء مرورنا على قاعه الغدير نعم اكو قطعه خجوله مكتوب عليها اتحاد الادباء والكتاب. هو هذا المقال؟ هل هو هذا المقال؟ نعم طبعا. هاي انت استقراءش للقطعه عندما تقولين القطعه خجوله مثلا، فهذا الاستقراء هذا استقراء واستنتاج نفسي، يعني انت انطقت القطعه واعطيتيها فد ايحاءات الخجل على وجه القطعه، هاي هم ضربه ادبيه وبصالحي طبعا. ولو استاذ علي هم رجل قاص وشاعر وهم عنده رؤيه عميقه، يعني هذا الموضوع اجى بخصوص موضوعها. فهي الحقيقه الاديب ما يعرف مفردة خجل، يعرف مفردة حياء انساني، اي شيء هو يخدش المساله الانسانيه ما يقبل عليه، وهو شجاع في كل شيء، بس اقدامه ضد الانسانيه ما يقدر يسوي شيء. بس هاي القطعه نرجع لها، وهذا المكان هو ايضا يعني يشكو من وضع يعني ما حد يلتفت له، رغم هو الادب هم باعتباره وزاره. نعم. وكل الوزارات دعمت من قبل المسؤولين، بس الادباء
ما يعني زين يدعمون أستاذ، بشكل يعني طبيعي. مجلس المحافظة والحكومة المحلية هل يعني عقدت معكم جلسات لمناقشة واقع الثقافة أو الأدب والشعر؟ هل كانت منها يعني مساعدات مادية يعني بخصوص هذا الموضوع؟ والله هي تعقد جلسات، نعم. واخواننا المسؤولين طبعا في داخل المحافظه، ويكون مثلا نقاش ودي ويحتضنون ويسمعون الشعر، والشعر هو اللي يوصل مثلا همومهم او هموم الواقع. بس من يصير مساله الدعم نعم. تعلق على زمن اخر او نعم. مكان اخر، فلذلك ما تكون بشكلها الطبيعي. نعم. زين احنا استاذ مثلا نعرف انه الشعر يخدم كثير من القضايا، القضايا الوطنيه، القضايا الانسانيه، القضايا الاجتماعيه. حضرتك تقول لما توصل الى مساله الدعم توقف الامور. تتوقف. زين انتم يعني من خلال دعمكم الكثير من هذه القضايا، نعم. مو المفروض يعني تشجيع لكم وحتى تكون انتم رؤيتكم بالواقع افضل؟ لانه مثل ما قلنا الشارع اسمه هو متذوق للشعر، يتاثر بالشعر. نعم. ممكن لو انت حضرتك انتقيت في حاله اجتماعيه او سياسيه يمكن يتلقونها افضل ما يتلقاها من السياسي او صاحب المركز. زين ما قدرت الحكومه المحليه توظفكم بهذا الاتجاه؟ هو الشاعر ما يقدر يعني انسان مثلا يوظفه او على الاقل يستفاد من عندكم بهذا الاتجاه. نعم، يوظف لانه متمرد على نفسه وما يريد يتحول. اذا كان شاعر هو فوق الواقع، فوق الحال، يعني هو يسمو بذاته، والوصول الى الحقيقه من خلال ذاته، مو من خلال الموضوع، يعني مو من خلال واحد يساعده وبعد ماده وبعد اجتماعي او قبيله، هو بذاته عن ذاته. واكو شاعر يقول انا ما يحتاج شيء، القبيله تنتميني، انا ما اروح انتمي القبيله والقب نفسي انا فلان الفلاني، ما يقبل. على اعتبار هو علم من الاعلام. ممتاز. يعني اكو هيك اديب، ولذلك احنا عندنا ادباء مثلا هم يعني هسه اريد استعرضهم. مثلا عندنا اديب زهير بن ابي سلمى وكعب بن زهير، يمكن هم ويا الرسول افضل انسان بالعالم، رسول الله صلوات الله عليه واله وسلم، مو صحيح؟ زين عندك دعبل الخزاعي والامام الرضا مثلا الفرزدق والامام يعني هم شعراء كبار، يعني الناس انتمت لهم. بس بالنسبه للتوظيف مثلا اذا ارادت الحكومه توظف الشاعر، هو الشاعر مو جانب التوظيف، وانما اكو جوانب به مشرقه. الشاعر الذي يدون الحزن والفرح وحركه الزمن وحركه السياسه، يدونها الشاعر على صعيد التاريخ. بس العراق مثلا المرحله اللي مر بيها يمكن بس الشاعر يقدر يصور المرحله ويدونها بالتاريخ، وتصبح يعني عندما تجي الاجيال يقرون الدواوين يشوفون المرحله شنو اللي مر بها العراق. المرحله لو تسمح لي بس ملاحظه استاذ علي، المرحله عندما المرحله المظلمه مرت علينا بالعراق فتره العباسيه، تشوف انا شلون عرفتها مظلمه، لان عندما اقرا للشاعر بيش يتغزل بالمخده وبالبنك المروحه يسموها هاي المسائل. فلذلك تشوف انت مرحله مظلمه ماكو فد شيء. تجين مثلا الشاعر علي بن الجهم مثلا في اطروحته يقول له انت كالتيس في قرع الطبولي، يقول له شو اسمه العباسي هارون الرشيد، وقالوا ما هذا شنو يا عمي؟ قالوا له هذا يعيش بفلان بيئه، لان هذا ما جاي للمدينه فهو يتغزل ببيئته. فهذا الشاعر انعكاس للبيئه، انعكاس للزمن، انعكاس للمكان، فهو اللي يصور الحقيقه الانسانيه اللي مر على العراق، ذبح، قتل، اجرام، تعسف ويا اضطهاد، هو اللي يدونها. فلذلك هذا انسان يعني امام الله وامام المجتمع. فعلى اي انسان مثلا المسؤول عليه ان يعتبر هاي الحاله، ورغم هو شاعر مجانا عندما يكتب قد مفرده وحده تقتله ويموت مجانا، وعندما يكتب ماكو فد واحد مثلا مطيفه شيء معين. استاذ يعني لو ناخذ جانب ثاني هو جامعه المثنى. جامعه المثنى احنا نعرف يعني كطلاب كنا سابقين ومعروفه انه الصرح علمي كبير، يعني الجامعات يعني كما هو معروف في بغداد او في جامعات العالم، الجامعه عندما تؤسس وخاصه قسم كليه يعني التربيه يحتضن شعراء، يحتضن كتاب مثقفين، او يبدي يعني لكافه الطلبه يبدون يعني يستفادوا منهم كمحاضرات او كاسبوعات ثقافيه. يعني هذا الشيء موجود في جامعه المثنى. هل كان تعاون بينها وبينكم كشعراء؟ جامعه المثنى طبعا تحياتي الى حضرات الاساتذه الاعزاء.
من خلال تلفزيونكم الموقر. يعني أي مثل ما تفضلت مساعدة أو احتضانكم أو احتضان أو دعوة